نهاية 2014 كان عندنا مرضى السيلة ب 7000 مريض. معناته ان احنا قدرنا نوصل حق اكبر عدد ممكن، لكن احنا نعتقد ان عدد مرضى السيلة اكبر من كذي وايد. فاحنا ودنا ان نسمعونا وايضا نتكلم عن هذا المرض. عندنا طبعا مشاركين في سواعد لوطن واعي، لان احنا نوصل حق اكبر عدد ممكن من الناس عن معارض. مرض السيليا مشكلته انه ما يشخص في الدول العربية للأسف باعتباره مرض نادر، لكن هذا المرض موجود. بما أن احنا عندنا صار عدد 7000 أو أكثر من المرضى في 2014 العدد ممكن يوصل إلى نسبة 2.2% مثل ما كانت الإحصائية السعودية تقول. في إحصائية سووها بالسعودية في جامعة الملك عبد العزيز، لقوا أن نسبة مرضى السيليا في السعودية 2.2%. إذا طبقنا نفس النسبة بالكويت راح نلاقيهم عددهم أكثر من 68,000 مريض. مرض السيليا مشكلته في إنه إذا ما تشخص في الوقت المناسب ممكن يتحول إلى سرطان في الأمعاء أو في الخلايا الليمفاوية في الأمعاء، أو ممكن يتحول إلى تلف في خلايا الدماغ للأطفال. مشكلته أن أعراضه متشابهة مع أعراض أمراض كثيرة من ضمنها مرض القولون العصبي والأمراض الثانية. ممكن يظهر مرض السيليا مو بس في الجهاز الهضمي، ممكن يظهر على شكل فقر دم غير موسع، ممكن يظهر على شكل عقم أو إجهاض متكرر، ممكن يظهر على شكل صداع نصفي، آلام في العضلات، ممكن يظهر على عدة أشكال. فبالتالي هذه كانت مشكلته في عدم التشخيص. طبعا تشخيصه بسيط جدا عن طريق تحليل الدم. تحليل الدم يطلب مضادات معينة اللي هي حساسية البروتين، تعطي نسبة دقة من 92 إلى 98%. وبعدين إذا طلع في احتمال إصابة الإنسان هذا المرض السيليا، ممكن الطبيب لازم ياخذ عينات من المنظار من الأمعاء الدقيقة، وهنا تكمن المشكلة الثانية لمرضى السيليا إنهم ممكن ما يتشخصون من خلال عينة الأمعاء الدقيقة بخطأ طبي من الطبيب أنه ما ياخذ 3 عينات من الأمعاء. أشكركم اللي سمعني، أشكركم على حسن استماعكم. إن شاء الله نتأمل أن احنا نكون عيلة أكبر عدد ممكن في سواعد لوطننا.